يا اخي اختلف معهم سياسيا، ليش عم تحاصرهم؟ ما اكتفوا بالحصار ولا وعملوا فتنه وشحنوا العشائر وشحنوا البدو وشحنوا السويدة وشحنوا مدري مين وجابوا البلعوز واخذوا البلعوز واخذوا الحناوي وشغلوا هاد ضد هاد وعملوا على اساس انه فريق تسعد، ووقعت الكارثه والمقتله بالسويدة، ابتداء من مقتل جرمانة الى صحنايا الى السويدة. وكل اللي دفعتوهم بهذا الاتجاه كانوا مدفوعين بطريق الكذب وبطريق التضليل وتزوير الحقائق. لا نسب الرسول اساسا ولا مزرت جرمانة وصحنايا، ولا صار في شتم للطوائف وللمكونات. انتم ابتكرتوا ذلك، يعني انتم عملتوا الخطه ونفذتوها وكذبتوا على الناس والناس صدقوا الكذبه وبالاخير تخليتوا عنهم، وانتم قاعدين بالقصر الجمهوري عم تاكلوا وتشربوا شاي ببلودان، والعالم عم تتقاتل ومحاصرين بعضهم البعض بسويداء. ليش؟ فقط لانه رفضنا نحقق مطالب الهجري. شو هي مطالب الهجري؟ مؤتمر وطني حقيقي، سلطه انتقاليه حقيقيه يشارك فيها كل ابناء الوطن، بناء مؤسسه عسكريه من كل المكونات. هذا الشيء ما بيناسبكم. شو بدكم انتم؟ بدكم مؤسسه عسكريه من رحم هيئه تحرير الشام واحرار الشام، يعني اللي عايشين بمدرستكم متشدده، يكون ولاء العسكري والجندي للقائد الامير المؤمنين وللشيخ مو للوطن. ما بيشتري الوطن بصرمايه عندكم العنصر. هذا العالم الاخضر اللي عم تغنوا فيه وبيحطوا بيدعس عليه وبيتف فيه، واذا ما طلعت والد بيمسح فيه كمان، ولا بيهمه. ولاء لمين؟ لامير المؤمنين وللشيخ تبعه. يعني اذا الشعب السوري فز على مسؤول فاسد او على شيخ فاسد ولا على امير فاسد ولا على رئيس فاسد، العناصر الامن والجيش بيوقفوا مع اميرهم ضدكم كشعب سوري، وبيلاقوا المبررات انتم خونه الكفار وبدكم تعملوا فتنه، والفتنه اشد من القتل وبيلاقوا لها فتاوي. هذا هو خلاف الهجري معاكم، وهذا هو خلاف مظلوم عبدي معاكم، وخلاف الوطنيين الاحرار معاكم. وانتم عم تصدروا الكذب. انفصاليين بدهم يقسموا سوريا عملاء لاسرائيل، وانتم قعدتوا مع اسرائيل ووقعتوا مع اسرائيل وعم تسجلوا اسرائيل وسلمتوهم الرفات وفاتين طالعين لعنكم، وأيمت ما بدهم بيفوتوا بيتفوا وبيدعسوا ولا قبل مره منكم بيفتح دمه. مشاطين بالبعبعه الاعلاميه والتضليل والضحك على الراي العام. شو هي مطالب الشيخ الهجري اللي نازلين للنهار خاين وعميل وصهيوني وبده يقسم؟ شو قال لكم الشيخ الهجري؟ لم اسمع بيانا منه عن الانفصال او عن الاستجداء او الاستنجاد بالخارج. قال بدنا حمايه دوليه، مثل ما انتم كسوار لما كان يلعن ابوكم الاسد بتقولوا بدنا حمايه دوليه، جمعه الحمايه الدوليه، جمعه التدخل الدولي، وانتم في عندكم فيديوهات من ابناء حوران لما قصف نوى النظام السوري صاروا يقولوا نحن بدنا حمايه اسرائيليه. عرضكم الفيديو؟ انتم معلش تقولوا هن مو معلش. لما انتم بتتكاتفوا كلكم 14 محافظه بصير اعلام النظام واعلام الدوله والناشطين والمثقفين ومتثقفين والاعلام العربي معاهم، اعلام العربي معاهم اللي له مصلحه انه يبقى الشرع مشان مصالح معينه. كلكم عم تشحنوا ضد هي المحافظه. شو بدي اعمل؟ شو بدي يعملوا بحالهم اهل السويداء؟ انتم عم تدفعوهم دفع يروحوا يستنجدوا باي حدا بسبب رزالتكم. هل تعلموا اليوم القنوات العربيه اللي مسميه حالها قنوات العربيه الخليجيه ولا العربيه، مع احترامي لكلهن يعني بالخليج، مانعين يطلع حدا مراسل من السويداء؟ ممنوع. لك يا اخي انا بلبس سويداء بدي يطلع بس يحكي على الجزيره، يحكي على العربيه، يحكي على القناه الفلانيه، لك يا اخي عم يصير فينا كذا. ممنوع. يا بتطلع بالطبع لحكومه الشرعيه، ممنوع. حتى الضيوف اللي بيجوا ممنوع تحكي بكلمه سوء على الرئيس الشرع او تحاول تنتقص من قدر هذه الحكومه. اذا انا كذاب، يا زملائنا بقناه العربيه وقناه الجزيره والقنوات الخليجيه اللي بتدوروا بفلك يعني المؤيدين لسلطه الشرع، وفي ناس بلشت تقدم استقالات، قالت نحن شو بدنا، نحن جايين عم نشتغل اعلام، بدنا اعلام حر. كلامي صح ولا انا غلط؟ حدا منكم سمع بقناه العربيه المحترمه مراسل طالع من قلب سويداء من اهالي سويداء او احد الشيوخ عم يحكي عن المعاناه تبع المواطنين؟ تفضلوا جاوبوني. حدا سمع؟ حدا سمع على قناة الجزيرة المحترمة الرأي والرأي الآخر شيوخ عقل طالعين، أو الشيخ الهجري أو الشيخ كيوان أو الشباب المقاتلين أو الشوفي أو الشباب اللي على الأرض رجال الدفاع المدني عم يطلع يحكوا معاناة أهل السويداء؟ ليش؟ ممكن حدا يجاوبني ليش؟ ممكن حدا يطلع يحكي عن الشرع وسياساته الخاطئة من باب النصح على قناة أحد القنوات اللي ذكرتها؟ ممنوع. بقرار سياسي انه هي الحكومه بدنا نعومها بأرض ودب. وانا بقول لاخواننا الخليجيين اللي انا بحبهم بيعرفوا انا بحبهم، قراركم خاطئ بالمطلق. انحازوا للشعب،
لا تنحازوا لسلطة جاية من رحم تنظيم القاعدة، لا يمكن تنظيفها وتغسيلها ولا بشكل من الأشياء. يعني إذا غيرتوا القيادات ولبسوهم غرافات وساعات وأخذتوهم وجبتوهم وقنعتوهم يتغيروا، ممكن الشرع يتغير، ممكن أنس يتغير، ممكن الشيباني يتغير، ما حفظ الألقاب. أما الفريق تبعهم والماكينة تبعهم والجمهور تبعهم والماكينة اللي وصلتهم لهالمكان لا يمكن تغييرهم، وطردهم يعني سقوطهم، وبقائهم يعني انهيار البلد. فأنتوا على مين عم تراهنوا؟ على مين عم تراهنوا؟ المفروض أنتم تكونوا أدوات وماكينات ضغط كقنوات خليجية. نحن كلنا ضد عودة إيران وضد عودة الأسد وفلول الأسد، هذا موضوع منتهي منه. بس إذا كنا ضد عودة فلول الأسد مو معناتها نحن مع الظلم العلويين بس مجرد لأنهم علويين، أو ظلم الدروز بس مجرد لأنهم الدروز. ما السنة نفسهم اللي أنا منهم بلشوا ينظلموا اليوم بالشام وبدرعا وبحمص وبحما وبكل المناطق. حتى أنصار الثورة السورية وأعلام الثورة السورية صار يموتوا بظروف غامضة بظل الحكومة العتيدة. صح، بتروح على قسم شرطة، بتروح على القضاء، بتروح على أي دائرة حكومية بتلاقي ولد صغير عم يلعب على الموبايل، شو بدك حاطط باروده، لك أنا لي ما هو شغله الفلانية، فوت شوف الشيخ. صار نحن دولتنا دولة الشيوخ، فوت شوف الشيخ. أخي أنا ماني جاي أكتب كتابي، ماني جاي أنا أخذ فتوى، جاي عندي مشكلة قضائية، جاي عندي مشكلة قانونية، الشيخ هو بيحل لك إياها. أنا عم بحكي غلط شيء؟ شو أنا اللي النقد اللي عم بنتقدكم يا حكومة دمشق مو حاصل على أرض الواقع؟ نعم حاصل. بعهدكم الميمون وقت ما استلمتوا لهلا ارتفع ليفل الجرائم ولا تراجع؟ بمقاييس الربح والخسارة لا مرتفع. من وقت ما استلمتوا انتم القصر الجمهوري خطاب الكراهية وخطاب الطائفية وخطاب الشحن تراجع ولا عليه 3 أضعاف؟ بس جاوبوني حضراتكم، أنا ما راح أحكي. اكتبوا، عم اسمعكم. خطاب الكراهية لما كنا نتعالى نحن والأسد وبيناتنا بينه وبينه مصنع الحداد كان له رينج معين، له ليفل معين. بعد ما استلمت الحكومة العتيدة وتمكنت شوية ارتفع خطاب الكراهية والطائفية والعنجهية ولا ارتفع ولا تراجع؟ لا ارتفع. على الصعيد المعيشي بس الأكل والشرب والدواء والعلاج اللي بيحتاجه المواطن كحد أدنى للمعيشة ارتفع ولا تراجع بعهدكم الميمون؟ تفضلوا اكتبوا لي. هلا شو بيساوي جماعة السلطة؟ ايه وقعنا عقود كهرباء، عملنا عقود مع السعودية، جبنا رجال أعمال السعودية، طولوا بالكم علينا جماعة ما صار لهم بالقصر، الجماعة مدري شو. أنا عم بسأل سؤال واضح. الحالة المعيشية للمواطن الصحية والمجتمعية والمعيشية الأكل والشرب ارتفع ولا رجع؟ تراجع. الحالة الأمنية لا تسأل. العدل تراجع خير الله. ما قبل كان ما في عدل وهلا ما في عدل، يمكن وزاد كمان. وانتم لازم حاسبكم كسلطة مؤقتة قد ما حاسب الأسد 10 مرات، لأنه انتم عم تقدموا حالكم ثورة، عم تقدموا حالكم منح، لا تقارنوا حالكم بالأسد. بيجي بعض الحمقى من الناشطين ايام الأسد ما كنتوا تسترجوا تفتحوا تمكن، هلا عم تتوطوا على الأمن العام. يعني إذا الأسد كان مجرم بيشبوا حالكم فيه؟ شبونا بسويسرا. طيب خطاب الكراهية ارتفع، الفوضى ارتفعت، الحالة الأمنية تراجعت، الحب بين المكونات السورية، التهدئة والشراكة بين المكونات السورية تراجعت ولا تقدمت؟ لا تراجعت، وصرنا نحمل بوريد ونضرب بعضنا البعض. كنا عم نقاتل الأسد صرنا عم نقاتل الطوائف. هلا أعطوني إيجابية وحدة للحكومة إذا بتريدوا غير الكذب اللي عم تكذبوا على السوشيال ميديا. استقبل وودع وقع ورفع وجاب وفعل ومبروك عليكم اللي حتجي الكهرباء ورح نعمل وحتجي الغاز. ليش عم تاخذوا غاز من أذربيجان؟ عندنا بحمص غاز بغطي سوريا وبيصدر لبرا كمان. ليش؟ مصلحة مين عم تشتغلوا انتم؟ شو في وراء الأكمة؟ صار 8 أشهر رجال الأعمال والحرمية بتعرفون اللي كانوا مع النظام، اللي مشاركين النظام، كانوا بكل المفاصل وكل كل المرافق. هل رأيتم واحد منهم على التلفزيون عم يتحقق معه أو عم يتحاكم؟ تفضلوا جاوبوني. ونعمل عدالة انتقالية؟ طيب شفتوا حدا؟